السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد مع اليوم 29 من عمر الدورة. الحمد لله ذلك الفضل من الله. النهاردة معانا 29 يوم زي ما احنا ماشيين على البرنامج اللي أنا كلمت حضراتكم عنه من الاستقبال لحد النهاردة إن شاء الله عمر 29 يوم. بس حابب أوضح نقطة في البداية، وهي نقطة الفيديو بتاع امبارح اللي أنا نزلته بتاع اليوم 28. طبعا كان في انتقادات كتيرة، من ضمنها اللي كان بيقول انت بتقول لنا ليه الكتكوت كويس ولا مش كويس، فين المعلومات اللي بتقدمها. اولا انا القناة اللي انا عاملها متخصصة في التربية، يعني انا ماليش اي علاقة باي حد تاني. انا بتكلم عن التربية، بتكلم عن كتكوت كويس لو كان كويس معايا دورة واتنين بنصح الناس بيه. طيب الكتكوت مش كويس، مش بنصح الناس بيه او مش بقول على اسم الكتكوت. ليه؟ انا ماليش مصلحة مع شركات كتاكيت، شركات اعلاف. انا مربي بتكلم عن التربية فقط لا غير، لا يعنيني الا التربية. وبحب افيد الناس المربين اللي زي، لان انا عارف المعاناة اللي بيشوفوها المربين، وانا واحد من الناس كنت بحس بيها، ومش بلاقي حد يكون دليل ليا، او مش بلاقي معلومة تكون اطمن بيها. فعلشان كده انا بقدم معلومتي ايا كانت كتكوت كويس او مش كويس، انا بقول الصراحة في حق الكتكوت. ففيديو امبارح اتكلمت وقلت ان الكتكوت اللي قدامي ده مش احسن حاجة في الكتاكيت، لان في تفاوت اوزان، لان في برضه بعض المشاكل المعوية اللي مش بتنتهي، والمناعة بتاعته ضعيفة جدا. فعلشان كده بتكلم عن الكتكوت اللي قدام حضراتكم ده، لان انا بشرح التربية، مش بشرح او بسوق مثلا لكتكوت معين. طيب علشان ما اطولش على وقت حضراتكم، ان شاء الله النهارده معانا اليوم 29 البرنامج اللي احنا ماشيين عليه. طبعا بعد علاج الفوكسيديا هنبدا ان شاء الله باذن الله ننزل مضاد سموم، علشان مشاكل السموم الايام دي كتيره جدا جدا. وبرضو بعد مضاد السموم باذن الله تعالى هنشتغل غسيل كلوي، علشان مشاكل احتقان الكلى برضو منتشره جدا جدا الايام دي، يعتبر علشان العلف والصيف، والسموم بتكون يعتبر متراكمة جدا بسبب تخزين العلف. علشان كده بننزل مضاد سموم. والكلى طبعا مشاكلها طول ما الكلى معاك شغالة، طول ما انت هتلاقي الدنيا معاك شغالة كويس، هتلاقي مخرج الفرخة كويس جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده بعض يعتبر التركات اللي بعملها معايا في العنبر، وهي ان انا بحاول اخلي العلافة لحد ما تفضى للنهاية. طيب ده ليه؟ علشان مشاكل السموم ما تكترش معايا، ويعتبر ما تأثرش على الفرخ، وما لاقيش برازات برضو خضراء، وما لاقيش برضو مشاكل في التحويل. كل ما بتحاول تحافظ على التحويل كل ما بتلاقي نتيجة اكتر. المشكلة اللي يعتبر برضو ناس كتير بتواجهها في العمر ده، وهو تأثير الخلية على الفراخ. يعني ناس كتيرة، أنا واحد من المربين حاليا دلوقتي أهو، يعتبر في مشكلة إن الأرضية بتبدأ تلين. طيب إحنا بنعمل إيه بالليل؟ طبعا دي برضو من التركات اللي بعملها في العنبر، علشان أنا بتكلم يعتبر بكل ما يخص التربية. اللي بعمله بالليل إن أنا بشغل الخلية يعتبر كلها من غير ما يكون عليها ميه، بمعنى صح ان انا بخلي سحب الهواء شغال من الخليه، بس هواء جاف، يعتبر هواء ما فيهش ميه، مش شغاله الخليه. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيساعد اننا بنقلل الرطوبه اللي موجوده في العنبر، بيساعد برضو على ان الفرشه تجف، يعتبر مع شغل الشفاط، لان شغل الشفاط كل ما يكون شغال اكتر كل ما الرطوبه بتقل معاك في العنبر، وكل ما نسبه الليونة بتقل معاك في العنبر. وده برضو بيقينا من مشاكل الكوكسيديا والكوليستريديا. كل دي تركات برضو حاول تشتغل عليها كويس في العمر ده. حاول تلاحظ برضو في العمر ده هي الوان البرازات، حاول تركز معاها كويس جدا، علشان هي دليلك في التربية. الوان البرازات هي اللي بتقول لك ان الفرخ بتاعك شغال كويس ولا مش شغال كويس. بلاش لهلها، بلاش برضو نلاقي ان الفراخ فيها اجهاد بسبب الحر. نحاول على قد ما نقدر ان يكون الفرخ مناعته كويسة. طبعا البرنامج بتاعنا ان شاء الله المفروض يكون النهاردة برضو فيه رفع مناعة، بس انا مش حابب اضغط على الفرخ، لان كل ما بتضغط على الفرخ بالادوية كل ما بيأثر عليه بالسلب، وبتحمل على الكبد والكلى. فعلشان كده مش بحاول اأثر على الفراخ. طبعا كل مربي وليه نظامه اللي ماشي عليه، بس انا بقول لك على الكتكوت اللي قدام حضراتكم ده البرنامج اللي احنا ماشيين عليه. ربنا يوفقنا جميعا باذن الله لما يحب ويرضى. ان شاء الله هجاوب على 3 اسئله من اللي جول على الفيديوهات اللي فاتت، وربنا يجعل فينا وفيكم الافاده باذن الله تعالى. والسؤال الاول ده انا جاوبت عنه قبل كده، بس هجاوب عليه تاني برضو، كان بيخص
احد المتابعين بيقول لي لو سمحت انا عايز افتح عنبر واشتغل فيه، وباذن الله العنبر هيكون من 5000 لفوق. تنصحني اربي وسط المساكن ولا اربي في مكان بعيد عن المساكن؟ والله انا لو انصحك انك تتجه للجبال، لا اكتر من ميزة. يعني كل ما بتخش في الجبل او في الصحراء او في ارض رملية بيكون افضل بكتير، لانك مش بيكون عندك مشكلة وهي مشكلة الرطوبة، وعندك برضو مفيش يعتبر مشاكل فيروسية كتير، لان طبعا الشمس بتطهر، ولان طبعا برضو مش بيكون فيه رجل زي ما بنقول كده في التربية، مش بيكون فيه رجل كتيرة على المكان. فعلشان كده بيكون الامان الحيوي افضل هناك، وبيكون التربية افضل. بدليل ذلك ان اغلب العنابر الامهات الكبيرة اللي هي بتطلع الكتاكيت بتكون وسط الجبل، ويعتبر بتكون تحصيناتها معينة، وبيكون نسبة امانها الحيوي وبيكون اعلى من انك انت تربي وسط المساكن وسط الناس، او وسط برضو طبعا التربية البيتي، لان ناس كتير بتكون مربية بيتي وبتأثر علينا كمربيين. طب ازاي؟ لان اغلب المربين البيتي اللي هم بيربوا مثلا 10 و20 والكلام ده كله مش بيحصل، فبالتالي عرضة الاصابة بتكون عالية جدا، اللي هي بنقولوا عليها الشطة ده اللي هو النكسل. فبالتالي بيأثر عليك انت كمربي عدد كبير وسط المساكن. فعلشان كده انا لما افضل لك تشتغل في الجبال، او تشتغل في الصحراء، او تشتغل في مكان معزول عن الناس، ده بيكون احسن بكتير. بس حاول برضو ما تدخلش في مكان يعني يكون بعيد عنك التواصل، بمعنى صح ما تروحش في وسط اخر جبل وتقول لي انا هشتغل وهتجيب لي علف وتجيب لي كتاكيت، لا برضو خليك قريب، لا انت بعيد ولا انت قريب جدا. دي هتبقى معاك كويسة جدا، وهتساعدك على انك انت توصل يعتبر وتطلع فرخة ان شاء الله كويسة جدا جدا. السؤال اللي بعد كده ده اتكرر، انصحني بعلف اشتغل بيه. والله لو هنصحك بثلاث شركات كويسين في الوقت الحالي، يعني في 3 شركات كويسين في الوقت الحالي: المجد، القائد، القاهرة. التلاتة دول يعتبر كويسين، ونيو هوب برضه نحط عليهم علشان ناس كتير بتشكر في تحويله، يعني ناس كتير بتشكر في العلف الصيني برضه، فعلشان كده برضه ركز على الأعلاف دي كلها كويسة. وكل ما تكون شركات كبيرة كل ما بيكون سمعتها أكتر. وبالنسبة للكتاكيت، أغلب السوق الأيام دي في بلبلة كتير، وفي يعتبر جدال، وفي شركات كبيرة بتتضرب. يعني في الوقت اللي انا فيه ده في شركات كبيرة بتتضرب، فنسأل الله ان يكرمنا بإذن الله ويكفينا شر الأمراض والمصايب بإذن الله تعالى. ده كان الفيديو بتاع اليوم 29. ادعوا لنا ان ربنا يكمل معانا دورتنا ودورتكم على خير. اشوفكم ان شاء الله مع اليوم 30 بإذن الله تعالى من عمر الدورة. ربنا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اسال الله العلي العظيم ان يكرمنا جميعا، وربنا ان شاء الله ينصر اخواتنا في غزة. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.